يعني عندي مدرسة عندها اضطرابات في النوم، يقول دائما تصحى تعبانة وفي عندها خمول وكذا، فسوينا لها يعني قياسات للنوم وهي يعني في خلال فترة نومها. طبعا مع انه عدد الساعات اللي تنامه جيد، لكنها عندها اضطرابات شديدة، فوجدنا انه عندها فعلا يعني ما تدخل في النوم دائما وتبدا تضطرب وتتحرك رجلها كذا. فالمهم، فيقول لما اعطيتها بعض العلاجات وكذا وهذا، لكن لما يقول جلست معاها وبحثنا وجدنا انها سبحان الله كل المشكلة جاية من زميلاتها في العمل. عندها زميلات يعني خلينا نقول انهم يضايقوها في هذا، السامين بين قوسين، ناس سامين في عملها. وتخيلوا انه هذول الناس السامين ما اثروا فقط عليها في وقت اليقظة، حتى في نومها. يعني حتى في نومها لحقوها واثروا عليها في نومها. فهذا الموضوع اللي حاب اكلمكم فيه، هو يعني تأثير الشخصيات السامة علينا في حياتنا. الإنسان كلما نضج، كلما صار عنده نضج أكبر، كلما ابتعد عن الناس اللي أذوه ويضايقوه في حياته. قناعة تامة أن السعادة تأتي من هنا، واضح؟ ليس من هنا، ليس من محيطك، من هنا تأتي السعادة. ولذلك لو أستكفي بنفسي، لو لوحدي أعيش وأكون سعيد، أفضل لي من أني أعيش في محيط ويجيبوا لي النكد والهم. فإياك والشخصية السامة، إياك والشخصيات السامة. لا تظن أنه كثرة الناس حولك معناه أنك إنسان ناجح وسعيد، لا. السعادة هو أنك أنت لما تيجي تحط راسك على المخدة تحس أنك كده في سلام نفسي وفي أمان، وضع رأسك ما تفكر في شيء، تحس أنك مرتاح نفسيا، ما تحس أنه عليك ضغوطات، ما تحس أنك إذا ذكرت اسم ولا ذكرت شخص تحس أنك قلبك ينقبض كذا، لا لا. والسعادة أيضا أنك إن الناس اللي تجالسهم تقوم من عندهم تحس أنك أنت أقرب إلى الله، أنشط، أكثر محبة للتقديم، يعني أكثر قرب إلى الله، وأكثر أيضا يعني اندفاع لأنك أنت تقدم في حياتك هذه الشيء الجيد. طبعا إذا كانوا الناس هذول ما منهم مفر إنهم هذا، فتعاملهم بالمعروف وبالإحسان، ولكن تضع بينك وبينهم حاجز نفسي. لكن إذا إنسان ما بينك وبينه ذيك العلاقة القوية، ولا أنت ملزم شرعا انك انت تعمل مع علاقة، ففي حاجة في السوشيال ميديا جميلة اسمها بلوك. تعرفوا البلوك هذا افضل اختراع اخترعوه في السوشيال ميديا، هو البلوك هذا. اي شخص يضايق، انا الان في السناب، اي شخص، انا ما اقرا التعليقات نادرا جدا، اي تعليق لو في ريحة المضايقة بلوك، على طول بلوك من حياتي. ما عندي وقت اصلا يعني اعاشر الناس اللي يضايقوني. ليش؟ الحياة قصيرة، ليش اقصرها؟ وسبحان الله، وهذه القناعة صارت عندي. يعني تخيلوا الواحد يوميا تمر عليه عشرات الحالات وعشرات الصور حقت الدماغ. والله لو شوفوا الصورة هذه كيف، هذه صورة دماغ طبيعية، وصورة دماغ في زي الأتروفي. طبعا الأتروفي له أسباب كثيرة، ولكن ما وجدت أنا شخصيا، أنا لم أجد شيء يؤثر على الدماغ، خاصة إذا كان الإنسان سنه مبكر، غير طبعا الأمراض والأشياء هذه، مثل الهم والحزن. دائما تشوف إنسان يعني دماغه أكبر من سنه، تحس إنه دماغه كده متآكل. فلما لما تسأل الشخص هذا أو الإنسانة هذه، تجد إنه سبحان الله عندهم مشاكل نفسية. يقول لك أنا يعني حار، أنا كذا، أنا دائما متوتر، أنا دائما معصب. فتعرف إنه سبحان الله أكثر ما يؤثر على صحتك العقلية هو صحتك النفسية. ولذلك الإنسان إذا عرف المعلومة هذه، بعض الناس تلاقيه يقول لك أنا أهتم بأكلي، أهتم بالرياضة، طب وكيفك؟ كيف صحتك النفسية؟ تجد إنه طول وقته مع ناس، هو لما يقابلهم، هو لما يجلس معاهم، يخرج من عندهم غير مرتاح، غير مبسوط. طب ايش اللي ملزمك انك تجلس معاهم؟ اذا كانوا من الاقربين جدا جدا، ففي بينك وبينهم حق الله سبحانه وتعالى، وتعاملهم بالمعروف وبالاحسان. لكن اذا كانوا بعيدين عنك، مجرد اصدقاء، مجرد كذا، فبينك وبينهم يعني حتى ممكن انك انت تستغني عن هذه العلاقة.